السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقي على النتائج اللي طلعت للثانوية العامة بمختصر سريع. دي نتائج بتفكرني ب 2021 أيام ما كان التعليم بالكبشة، يعني التصحيح بالكبشة. حضرتك طبعا أنا طبعا فخور بكل أولادي وطلبتي أيا كان نتيجتك إيه اللي أنت جبتها، بس ليا تعليق صغير. هو مين اللي بيصحح؟ هو التصحيح ده ازاي؟ معلش بس التصحيح ده ازاي؟ خلاص انبسطتوا الناس اللي غشت؟ خلاص انبسطتوا لما تلاقوا مدرسه كلها جايبه مجموع عالي، وتروح مثلا في منطقه تانية مدارس الحكومه الغلابه اللي ما غشتش تلاقي المدرسه 3/4 شايله ماده واثنين وثلاثه ودرجاتهم زي الزفت؟ هو ده العدل؟ صح؟ هو ده العدل. لما نلاقي حضرتك الناس اللي غشت جايبه مجاميع عاليه ما شاء الله، والناس اللي ذاكرت واجتهدت، يا عم يعني احنا ما عندناش مشكله ناس غشت، خلاص دي منهم لربنا مفيش مشكله، لكن الناس اللي ذاكرت يلاقوا درجات جايه لهم غير الدرجات اللي هم اصلا حلوها، ده اللي غريب جدا. فكرتونا ب 2021 لما الطالب كان بيفتح النتيجه بتاعته يلاقي 3 مواد 30 30 30 30. الاقي طلبه امبارح باعتين لي والله ما طلبتي بس صعبوا عليا لازم اقول الموقف ده حصل، باعتين لي الشهاده بتاعتهم 31 كيمياء 31 فيزياء 31 احياء. ازاي الطالب جايب 3 درجات زي بعض؟ ازاي مادتين نفس الدرجه؟ ازاي؟ طبعا الناس اللي بتطبل واللي غشت واللي مش فارق معاها او اللي جابت مجموع ما تعرفش جابته ازاي هتقول لك بس بقى بطل تطبيل احنا مبسوطين ده الدرجات زي الفل ومفيش اي مشكله. لا انا لازم اقول الحق. طبعا مش معنى الفيديو اللي انا طالع اقوله ده ان انا مثلا طلبتي ما فيهمش اوائل ما فيش متفوقين، بفضل الله. انا الفيديو ده باذن الله بكره، انا بس مش عايز انزل دلوقتي غير لما الناس اللي زعلانه تتراضى وتقتنع ان قدر الله ما شاء فعل. طبعا دي قبل اي شيء، ربنا عالم بالظلم. كلمه واحده بس هتقولها وتكتبها: حسب الله ونعم الوكيل في اي حد ضيع تعبك، حسب الله ونعم الوكيل في اي حد ما صححش الضمير، حسب الله ونعم الوكيل في الناس المفاجاه اللي احنا اكتشفناها ان في ناس اتصح لها نموذج غير النموذج. ليه حضرتك عامل نماذج لما في الاخر الامتحان بيتسرب؟ ليه عاملين ناصحين وقورين قوي وقال يعني بقى مبدلين الاسئله والاجابات لما ده اللي هيضيع الدنيا للتصحيح للطلبه اللي ما غشتش؟ يعني اللي غش كده كده داخل عارف اجابه السؤال ايه هو. طب الطالب المحترم اللي فيه كذا نموذج A وB وC، دلوقتي الطالب اتاخد نموذج اتحط له قدام الراجل اللي بيصحح اللي هو اصلا مش مادته، فطبيعي هيصحح من غير ما يفهم ايه الموضوع، يلاقي النماذج اتاخدت غلط. يا جماعه في ناس طالعه من الامتحان حاسبين هينقصوا 4-5 درجات يلاقوا نفسهم جايبين 30 من 60 و35 من 60. ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا. انا يا جماعه يعني بفضل الله عندي اوائل وعندي ناس جابت 60 من 60 وناس ناقصه درجه في الفيزياء، بس في ناس اتظلمت. مش معنى ان انا ربنا كرمني بمجموعه كبيره من الطلبه جابت درجات عاليه انسى الناس اللي اتظلمت. لا انا لازم اطلع واقول في ناس ربنا كرمها وفلتت من مجره الظلم اللي حصلت. يعني الحمد لله كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ارضى باللي ربنا عمله. بس يعني رساله الناس دي احلامها ضعيفه وبسيطه، كل حلمهم بيتعبوا عشان ولادهم دول يشوفوا فرحتهم مش يشوفوا كسرتهم. فيعني بالله عليكم انا مقهور على الاهالي اللي بيشتغلوا ليل نهار عشان يشوف فرحه ابنهم، في الاخر يلاقي ابنهم جايب النص وجايب 3 مواد شبه بعض. حرام. ملخص القصه حرام. انا ليه ما نزلتش افرح الاول وعملت بقى القايمه وعملت التكريمات والحفله دلوقتي ونزلت فرحت؟ لان اولى ان انا اطبطب على الناس اللي اتظلمت دي الاول، اطبطب على الطالب اللي قاعد مقهور دلوقتي، ده اللي لازم ياخد حقه الاول. الطالب اللي هيتكرم خلاص باذن الله هنزل الاسامي بكره او بعد على الصفحه. عندنا ما شاء الله متفوقين كتير وده يعني ده طبيعي. اللي مش طبيعي ان في متفوقين ما خدوش حقهم. الاهالي دي غلابه، الاهالي دي ما عندهمش ثروه غير ولادهم، فحرام عليكم. الاهالي تعبت، الاهالي صرفت كتير. نراجع مره واحده يا وزاره، مره واحده يا وزاره، اديني بعيدها اهو 3 مرات. مره واحده لما يعملوا تظلم ادوهم حقهم. ايه المشكله نعترف ان احنا غلطنا؟ ايه المشكله؟ الوزير السنه اللي فاتت طارق شوقي راجل كتر خيره طلع قال انا عندي غلطه في التصحيح ولا تطرح مدي الدفعه حوالي 5 درجات او 4 درجات في الماده. ايه المشكله؟ ده الناس هتدعي لك. الاهالي اللي هتدفع 200 جنيه في التظلم ولا 300 جنيه تظلم دي يوميتين شغل عندهم ولا 3 ايام شغل. اتقوا ربنا في فلوسهم بعد اذنكم. الناس اللي بتعيد التصحيح اتقي ربنا وطلع ورقه الطالب وعيدها، حرام عليك هتتحاسب يوم القيامه. شكرا يا جماعه، معلش على انفعالي، لكن انا بصراحه شفت ناس شاطره اتظلمت. ردك الوحيد حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يعوضكم يا رب في حياتكم، وارضى عشان ربنا يكرمك احسن من اللي غش باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.